استنى بس لما كل الناس تدخل. استنوا لما كل الناس تدخل. اهلا بكل المشاهدين معانا. طبعا كلنا شفنا الزمالك البائس. ده فريق الزمالك اللي بيدار بعقلية الموسيقار والسمسار، اللي بيبيع اهم لاعب عنده في نص الموسم امام عاشور علشان جاي له عرض 2.5 مليون دولار والزمالك يولع. دوت نص ملعب الزمالك. العيب مش في فريرا ولا في المدير الفني اللي هيضحك عليك ويقول لك العيب في فريرا، بيضحك عليك. العيب في اللي دمر الفريق من اول ماتش اسوان، من بعد ماتش اسوان اللي دمر الفريق، اللي ما جابش صفقات، اللي عامل مشكله مع اتحاد الكره وما عرفش يأيد صفقاته ولا عارف يأيد تدعيماته. للاسف الزمالك بيتعرض يعني لأسوأ انواع يعني المؤامرات، مؤامره من اتحاد الكره ومن رئيس النادي السمسار اللي دمر الزمالك، اللي بيتعامل مع احمد يحيى ويحيى علي اللي دمروا الزمالك وجابوا صفقات. للاسف انا النهارده لما اشوف 2 افارقه في شباب بوليسداد افضل من الزمالك اللي جايب سامسون وابراهيم نضاي بملايين، وفريق بوليسداد جايب لعيبه ب100,000 دولار وب150,000 دولار وبيلعبوا احسن، كل الانديه عندها محترفين احسن من نادي الزمالك. مين هنا هيحاسب على اللي حصل في نادي الزمالك؟ مين اللي هيحاسب على اللي حصل مع نادي الزمالك؟ مين اللي هيشيل المشاريب؟ هيقول لك فيريرا السبب وكله هينسى. وقناه الزمالك المضره بنادي الزمالك قناه المستشار ديت، مش قناه نادي الزمالك للاسف. كل الناس اللي فيها طالعين عشان حاجه واحده بس، يقول لك مرتضى منصور وولاده، مرتضى منصور وولاده. وللاسف محدش فيهم بيحب الزمالك. الناس ديت هي السبب في تدمير الزمالك والسمسار اللي بيدير نادي الزمالك. تخيل واحد ما لعبش كوره، امير مرتضى منصور بيدير نادي كبير زي نادي الزمالك وبيجيب له صفقات وبيمشي لعيبه. يعني الزمالك ما عندوش لعيبه كبيره زي حسن شحاته وفاروق جعفر وكل الناس دي، ما تعرفش تجيب تعمل خطه لنادي الزمالك يجيب بيها لعيبته ويشوف اللعيبه الحلوه من اللعيبه الوحشه. تخيل نادي الزمالك يجيب لاعب زي سامسون ما دخلش قائمه المباراه ب1,250,000، وابراهيم نضاي مصاب من اول الموسم، الدوري ضاع وبطوله افريقيا في الضياع. للاسف سيناريو المتكرر بتاع كل موسم، شويه لعيبه موظفين في الملعب، لعيبه متخاذله للاسف، لعيبه للاسف متخاذله. ده كله عشان المستشار قرر يبيع اهم لاعب عنده في نص الموسم، واحنا محتاجين تدعيمات مع امام عاشور علشان ننافس. مرتضى منصور قرر يبيع امام عاشور، بيقول لك اللاعب مش عاوز يقعد. طب ما الشناوي ما كانش عاوز يقعد في الاهلي، والسولية كان جاي له عرض وعايز يمشي، واي لاعب جاي بعرض وعايز يمشي اسيبه يمشي؟ خلاص ما اقفل النادي او اقلبه نادي استثمار ومش مهم الجماهير. للاسف الزمالك ما عندوش اداره فشلت في كل حاجه الاداره دي فشلت فيها. مرتضى منصور فشل ودمر نادي الزمالك للاسف بمساعده بعض الجماهير اللي لسه بتأيده وبتأيد ان ابنه بيقول لك اللي درس في برشلونه بيخطط للفريق، جايب صفقات كسر. انا لما اجيب عمرو السيسي من طلائع الجيش اللي هو بينافس على الهبوط اصلا عشان اجيبه يلعب في نادي الزمالك، هجيب بطولات ازاي؟ انا لما يكون عندي بن شرقي وما عرفتش اعوضه بلاعب زيه، ماشي، ما عرفتش اجيب واحد زي اشرف بن شرقي تاني، اروح اجيب مصطفى شلبي. لعيبه كلها ما تحملش مسؤوليه نادي الزمالك ولا الجمهور العظيم. للاسف وراهم جمهور عظيم النهارده 10,000 في الملعب بيشجعوا شويه موظفين. للاسف حتى الحكم حسب ضرب الجزاء من وحي الخيال وفي واحده للزمالك ما حسبهاش. فللاسف فريق الزمالك اتدمر، الموسم صفر، كل حاجه. فريق بقى يجيب اكتئاب، بقى يرفع الضغط، يعني الفريق دوت بقى يجيب كل حاجه لجمهور الزمالك. للاسف جمهور الزمالك انا مش عارف ايه اللي بيحصل في نادي الزمالك ده. يعني لو الخطيب هو اللي ماسك الزمالك يستحي يعمل اللي مرتضى منصور عمله فيه، تمشي افضل لاعب عندك امام عاشور عشان 2.5 مليون دولار. طب ما انا لو عايز اجيب صفقه سوبر زي فرجاني ساسي ولا زي امام عاشور، ما انا هدفع 3 مليون دولار. ابراهيم عادل جاله عرض ب5 مليون دولار وبيراميدز رفض يفرط فيه. كل الانديه رفضت تفرط في لعيبه في نص الموسم، انت مش عارف رايح فين وجاي منين. فانت قررت النهارده ان انت تتخلى عن افضل نص ملعب في مصر تقريبا امام عاشور اللي انت محتاجه، والعب انا بدونجا والسيسي وعمر جابر طول الموسم. الكره بتروح من عمرو السيسي لعمر جابر بيرجعها للدفاع، مفيش. الزمالك مغلوب النهارده، الزمالك بيلعب في الجزائر مش بيلعب في مصر. استاد القاهره استاد الرعب اللي كان الزمالك بيضغط فيه طول الماتش، الزمالك النهارده بيلعب في نص ملعبه. للاسف الزمالك بيلعب في نص ملعبه قدام فريق شباب بوليسداد. للاسف الزمالك
اللي كانت الناس كلها بيخافوا يلعبوا الزمالك على ارضه. فضيحه فضيحه. الزمالك ما كانش بيتغلب على ارضه، الزمالك بقى بيتغلب على ارضه. اتغلب الترجي السنه اللي فاتت واتغلب السنه دي من الشباب بلوزداد. الزمالك بقى مباح لاي فريق عاوز يكسب الزمالك يكسب الزمالك، عشان الموسيقار قرر ان هو يبيع افضل لاعب عنده وما جابش صفقات ورايح يعيد اخر يوم. ماشي. وافتكر فجاه من اول يعني يناير ده 30 يوم، المستشار والسمسار افتكروا ان الزمالك محتاج صفقات في اخر يوم وجايين يخلصوا الصفقات في اخر يوم اللي هو يوم 31. طب ما انا كنت ممكن اخلص من بدري وجدول يوم 20، ابعت حد يجدول المديونيه، مش لازم اروح اعمل مشكله مع اتحاد الكوره رغم ان هو متآمر. فين وزير الرياضه؟ فين وزير الرياضه من اللي بيحصل مع نادي الزمالك من اتحاد الكوره؟ للاسف، لان ده نادي الزمالك. لو الاهلي هو اللي في الموقف دوت كنت هتلاقي وزير الرياضه بيتدخل والاعلام كله بيتدخل. حد بيتكلم؟ حد هاجم اتحاد الكوره؟ عمرك شفت برنامج هاجم اتحاد الكوره ولا هاجم وزير الرياضه وقال له الزمالك دوت زي الاهلي بيمثل مصر في افريقيا ومحتاج صفقاته بدل الفريق المنهار اللي احنا بنشوفه النهارده؟ محدش بيتكلم عشان ده الزمالك. جمال علام رايح يساند الاهلي في المغرب وسايب الزمالك يولع هو ومشاكله. طب السؤال، يعني انت شفت رئيس اتحاد الكره السعودي متواجد في المغرب؟ رئيس اتحاد الكره الاسباني متواجد في المغرب؟ رئيس اتحاد الكره البرازيلي متواجد في المغرب؟ مفيش غير واحد بس، جمال علام رئيس اتحاد الكره المصري بيجامل الاهلي متواجد بيساند الاهلي في المغرب. ده للاسف الوضع اللي احنا فيه. نادي متدمر حرفيا، لعيبه متخاذله ما عندهمش دم. فيريرا مش السبب، مفيش عندك لعيبه، انت ما عندكش لعيبه. نص الملعب بتاعك ده والله ما يلعبوا في درجه ثانيه. عمرو السيسي ده والله ما يلعب بديل على الدكه. انت بتتكلم في ايه؟ جيب لي الراجل صفقات وجيب له جهاز فني متكامل، تمام؟ انت مقعده عشان الشرط الجزائي، هو مش هيعمل لك حاجه. مرتضى منصور دمر الزمالك وسلم الزمالك وفضى الزمالك. يعني تخيل انت يبيع امام عاشور وانت محتاجه ومش عارف تجيب بديل ولا عارف تأيد الصفقات بتاعتك. طب انت قاعد ليه؟ بيقول لك امام عاشور عاوز يمشي، فبيقول له تعالى قعده انت. انت متخيل دور رئيس النادي؟ احنا ما عندناش رئيس نادي. لما هو مش عارف يقعد امام عاشور بيقول لك اللجنه السبب لاعب متوقف عقده سنه ونص، بيقول لك انا مش عارف اجدده. ما انت لازمتك ايه؟ طب ما تمشي، انت لازمتك ايه؟ زي اللجان مالكش لازمه. والله انت مالك لازمه. لما تقول امام عاشور باقي في عقده سنه ونص ومش عارف تجدد معاه ولا عارف تجدد مع طارق حامد ولا عارف تقعد بن شرقي، طب انت لازمتك ايه؟ ما تمشي. والسمسار ابنك اللي لسه بيتعامل مع يحيى علي واحمد يحيى اللي مشى مصطفى فتحي ومصطفى محمد وطارق حامد وابو جبل وامام عاشور، ده كلهم بتوع وكيل واحد. ما بيحصلش كده في الاهلي، لان الاهلي ناس محترمه. عندهم محمد عبد المنعم يحترف وعندهم حمدي فتحي يحترف. تخيل الناس دي ما بيجيش لها عروض؟ لا، الناس دي ما عندهاش سماسره. انما احنا عندنا مدير الكره بتاعنا ابن رئيس النادي اللي كل الناس هتمشي وهو هيفضل قاعد بيسمسر على حساب نادي الزمالك. وبعد الجماهير بتقول لك المستشار بيجيب حق الزمالك. اقول لك المستشار اللي بيجيب حق الزمالك مش عارف يجيب حق الزمالك في ان الزمالك يعيد صفقاته ونخش المحكمه وهنشتكي في الفيفا ومشوار. انت قدامك مشوار. للاسف الزمالك اللي دمره مرتضى منصور لما يطلع يقول على احمد فتوح وعبد الله جمعه هم محششين عشان الناس طلبت ان هي ما خدتش مرتباتها. المشكله كلها كان ان احمد فتوح وعبد الله جمعه ما خدوش فلوسهم، زي اللعيبه اللي ما بتقبضش. بدل ما احل المشكله اطلع اقول على لعيبتي ان هم بيشربوا مخدرات وبعدها ها يطلع يقول لك ايه الحمد لله النتيجه ايجابيه والناس اللي هنشتكي الناس اللي بتطلع يا ابني انت اللي قايل على لعيبتك ان هم اللي بيشربوا مخدرات. عمرك شفت في اي مكان في العالم رئيس نادي بيطلع يقول لعيبتي بتشرب مخدرات؟ هم ما بيشربوش عشان هم طالبوا بفلوسهم بس، وراح ابيع امام عاشور عشان انا مش عارف اقعده، مش عارف اجدد لامام عاشور ولا عارف اجدد لاي حد. طب انا لازمتي ايه؟ انا كرئيس نادي لازمتي ايه؟ دمرت الفريق نفسيا. كل يوم اطلع على قناه الزمالك اللي ملهاش اي 30 لازمه بالنسبه لي، قناه مدره بنادي الزمالك، ماشي، واجيب شويه ناس كانوا من سنتين 2 بالظبط في قناه الاهلي هم نفس الناس. يعني انت متخيل في حد بيغير ميوله؟ يعني في واحد مثلا اهلاوي هيبقى زملكاوي او زملكاوي هيبقى اهلاوي؟ الناس ديت قاعده بتعرض لرئيس نادي الزمالك وولاده علشان ياخدوا فلوس. قناه نادي الزمالك بتصرف عليها 50 ل 60 مليون. كان اولى ان لعيبه الزمالك اولى بالفلوس دي، ولكن للاسف دمرنا الفريق. جبنا صفقات كسر، شويه اجانب
فيهم شويه سمسره حلوين، جايب لاعب من الدوري معرفش ايه كان بياخد 3000 دولار، اديله 800000. انت متخيل؟ ولاعب تاني كان بياخد 300 400000 اديله 800000. سمسره. نادي الزمالك للسمسره يرحب بكم. امير مرتضى منصور دمر نادي الزمالك، والسمسار دمر نادي الزمالك هو واحمد يحيى ويحيى علي، الشله ديت اللي بتدير نادي الزمالك. اي صفقه جايه الجندوزي قعدنا نفوض فيه 20 يوم، من اول يناير بنفوض فيه، والاهلي دخل في 24 ساعه خلصه، عشان تعرف ان انت عندك فشل. انت عندك فشل، والجماهير بتقول لك مرتضى منصور بيجيب حق الزمالك. مرتضى منصور فشل ان هو يجيب حق الزمالك، وانت لو رجعت دورت على كل حقوق الزمالك اللي كان مرتضى منصور متواجد فيها هتلاقيها ان هي ضاعت. حتى مشكله كهرباء، لاعب شتم الجمهور وهيتعاقب، طلع شتم كهرباء وخلى الناس يبقى لهم حجه ان هم يقدموا فيه شكوى، ماشي، وعقوبه كهرباء اتلغوش عليها واتنست، وعمل مشكله مع اتحاد الكوره. حتى الشركات الراعيه ما جابتش فلوسنا ولا ادتنا الرعايه اللي هي اتفقت علينا معاها، عشان احنا عاملين مشاكل مع البلد كلها. ما بركزش مع فريقي. السنه اللي فاتت مرتضى منصور ما كانش بيطلع يتكلم، وكان مركز مع الفريق لانه كان لسه جاي. السنه اللي قبلها في عقد اللجان الفريق كان متدمر حرفيا، ولكن الزمالك كان بيلعب كوره في الملعب، كان عندنا فريق. حسين لبيب اللي هو بيشتمه كل يوم جدد للونش وجدد لامام عاشور وما رضيش يوثق العقد. امير مرتضى منصور اللي دارس في برشلونه طلع مع ابراهيم فايق قال لك انا لحقت عقد امام عاشور قبل ما يتوثق، اصل فيه مخالفات كتير ومشاكل كتير، فانا هعمل عقد جديد، وما عرفش وفشل لان هو فاشل. طب هو قاعد ليه؟ انا ما اعرفش اجيب لجنه فنيه من لعيبه الزمالك القدامى تمسك نادي الزمالك. نادي الزمالك نادي كبير اكبر من ان هو يدار بعقليه واحد زي ابن مرتضى منصور، واحد سمسار حط على نادي الزمالك للاسف. محدش بيقول له اللي انت بتعمله ده غلط. ده للاسف نادي الزمالك شويه لعيبه متخاذله. فيريرا مش السبب ولا اسامه نبيه السبب، مشي فيريرا، جيب جوارديولا. الزمالك مش هينافس. الزمالك بص، لما تعمل حاجه غلط 10 مرات وتستنى النتيجه مختلفه، تمام، يبقى انت غبي. اللي بيعمله مرتضى منصور ده هو نفس اللي بيعمله. بقى لنا 8 ماتشات ما كسبناش غير ماتش فيوتشر، وبالحظ حتى الجونين بتوع سيف الجزيري كده بالحظ. النهارده انا ما عنديش مهاجم زي يقعد الجزيري، بلعب بمهاجم مشلول حرفيا. الجزيري النهارده في الملعب مشلول حرفيا، كل كرة بتروح له المفروض ان المهاجم بتاعي يخلص، لا، انا المهاجم بتاعي كل كرة بتروح له بيضيعها. ده نادي الزمالك. ما عنديش نص ملعب، انا بلعب بدون نص ملعب، حتى المدافعين بتوعي ما فيش. الزمالك بيهاجم باثنين، زيزو والجزيري. طول الشوط الاول الزمالك بيهاجم باثنين والباقي كله بيدافع. عمرو السيسي موظف في الملعب، بياخد الكوره بيشوف اي واحد قريب منه يقوم باصيها. للاسف الزمالك ما جابش صفقات ولا جاب اي حاجه، للاسف. ده قدر جمهور الزمالك. الله يكون في عون جمهور الزمالك العظيم. والله الله مش عارف احنا هنستحمل الغلب ده لحد امتى. ماشي، انا مش عارف. احنا كنا ماشيين كويس، فريق واخد 2 دوري وكاس ابني. لا، انا قررت ان انا ادمر الفريق واقول على لعيبه بتشرب مخدرات، واخلي فتوح يغيب عني في ماتش بيراميدز وماتش الاهلي، واهم 3 ماتشات كانوا في الموسم، دول اهم 3 ماتشات في الموسم. ماشي، بسبب تصريح رئيس النادي اللي بيهاجم لاعيبته ان هم بيشربوا مخدرات. ده رئيس نادي الزمالك، ده الرئيس اللي بيدير نادي الزمالك، وبيطلع يشتم جمهور الزمالك. يعني متخيل يعني مثلا الخطيب بتهاجم بعد التعادل بتاع سيراميكا، وكانوا 25 في نهايه 2022 تهاجم عادي، الناس كلها بتتهاجم. ازاي ان مرتضى منصور حد يهاجمه او الجمهور يقول عليه فاشل؟ يطلع يشتم كل يوم جمهور الزمالك، شتم كل الناس، ما عادش يروح حد. حتى اتحاد الكوره متعنت ضده. وزير الرياضه شايف ده كله وعامل مش شايف، عشان ده مش الاهلي. لما الاهلي انسحب من الدوري من سنتين، وزير الرياضه راح للخطيب البيت عشان يقول له ارجع. ده للاسف الكره في مصر، بغض النظر عن مشاكل الزمالك دي كلها، ماشي، سببها مرتضى منصور، ولكن اتحاد الكره ماشي سبب من اسباب ان الزمالك النهارده كان محتاج ناصر منسي بدل الجزيري، بدل ما انا بلعب مهاجم مشلول حرفيا. انا مش عارف هو عاوز ايه، مش عارف يباصي كوره، مش عارف يقف على الكوره، مش عارف يجيب جون. طب انت هتعمل ايه؟ انت لازمتك عندي ايه كمهاجم يعني؟ ماشي، فرقه فاضيه. فرقه الزمالك اضعف سكواد في الدوري وبتقدم اسوأ كوره. حتى المحترفين اللي زعلك لما تشوف محترفين، كل الفرق اللي بتلعب قدامك، داخليه، سموحه، سيراميكا، كل المحترفين، المصري، اسوان، عندهم محترفين احسن مننا. ازاي ان الناس دي تجيب محترفين ب 100,000 وب 200,000 دولار ويجوا يكونوا افضل من ابو مليون و200 و2 مليون والكلام ده؟
مرتضى منصور دمر الزمالك للاسف. والناس اللي قاعده بتطبل في قناه الزمالك هتطلع النهارده قناه المستشار والناس اللي قاعدين هيقول لك الزمالك لسه بدري وهنكسب وهنصعد، لسه 5 ماتشات، اسهل ماتش على ارضك مش عارف تكسبه. هتكسب امتى؟ هتروح تكسب الترجي في تونس؟ هتكسب المريخ يعني؟ خلاص للاسف ده الموسم اللي بيتكرر، هنتغلب او نتعادل اول 3 ماتشات ماشي، وبعد كده نكسب اخر ماتشين يكون الدنيا باظت وخلاص نكون طلعنا بتاعت الفضيحه بتاعت كل موسم اللي بنطلعها. طيب كنا بنطلع من بطوله افريقيا بنركز في الدوري، فاحنا ضيعنا الدوري قبل ما نخش بطوله افريقيا. قبل بدايه بطوله افريقيا الزمالك متاخر ب 14 نقطه. انت متخيل العبث اللي احنا فيه؟ نادي الزمالك متاخر ب 14 نقطه في الدوري، يعني عاد عندك دوري ولا افريقيا ولا كاس ولا سوبر. ده عشان مرتضى منصور وولاده دمروا نادي الزمالك. انت فاكر ان الزمالك متدمر بس في كره القدم؟ الزمالك متدمر في كل الالعاب، في كره اليد وفي كره السله وفي كره الطايره. الزمالك متدمر السنه دي حرفيا، حتى الالعاب اللي كانت بتكسب بدون ما حد يتدخل متدمره. ناس مشيت، يحيى الدرع واخوه مشيوا ما تعوضوش. ما عندناش ناس. جايب ابنه مسكه، ابنه دوت ماسك العاب الصالات وابنه التاني ماسك الكوره. الحمد لله الاثنين دمروا الفريق ولسه ماسكين. طب انا اجيب ناس بتفهم. يعني الزمالك على مدار تاريخه ما عندوش واحد من اللعيبه القدامى سواء الكره الطايره او الكره اليد يمسك الملف بتاع الالعاب الصالات. امسك واحد زي احمد مرتضى منصور، لعب كره يد، لعب كره طايره، لعب سله. هو امير مرتضى منصور ما لعبش كوره عشان يبقى يدير نادي الزمالك. نادي الزمالك كبير عليه هو وابوه، نادي الزمالك كبير عليهم اصلا. الناس ديت المفروض لو عندها دم، والله العظيم الناس دي لو بتحس وعندها دم يطلع يقدم استقالته، يطلع يقول له يا باشا انا فشلت ويقدم استقالته ويمشي. انما بيطلع يعمل تمثيليه ومسرحيه، انا قدمت استقالتي بس ابويا رفضها. تمام. والزمالك الخاسر الوحيد في التمثيليه والمسرحيه الهزليه اللي بتحصل بتاعت كل موسم، والجمهور هو اللي بيتحمل. يعني بيشوف شفت الجمهور النهارده، حاله الجمهور في الملعب. العب بقى يا عم، خلي عندك دم. طب انت هتلعب امتى؟ شويه موظفين في الملعب هتجيب السبب في فيريرا؟ هيطلعوا يقول لك فيريرا السبب. طب انا ما عنديش لعيبه. ما اللعيبه ديت اللي انا جايبها من انديه بتنافس على الهبوط، ما لو ما كانتش بتنافس على الهبوط وكانوا خدوا بهم الدوري ماشي ما كانوش سابوهم. انما اللعيبه اللي جايبها من انديه بتنافس على الهبوط وما عوضتش. المحترفين بتوعي ما عندي 5 محترفين. شوف علي معلول في الاهلي، شوف ديانج في الاهلي، شوف المحترفين بتوع الاهلي، شوف بيرسي تاو اللي احنا كنا بنتريق عليه. احنا ما عندناش محترفين. حتى الجزيري ماشي نسي الكوره، الجزيري بعد كاس العالم نسي الكوره. فانا ما عنديش مهاجم. امشي مروان عطيه وعمر السعيد وما رضاش اجدد بيهم، واجيب سامسون اكينولا اللي ما يلعبش حتى في الدوري الدرجه الرابعه، والله ما يلعب في الدوري المصري، بياخد بالدولار وقاعد على الدكه، والتاني بياخد بالدولار ومصاب. الدور الاول خلص وبطوله افريقيا للاسف هي كمان هتضيع. ده للاسف قدر جمهور الزمالك ان هو يتحمل العبث اللي احنا بنشوفه من مرتضى منصور وولاده. فما تستناش جديد. هيقول لك الماتش الجاي اللعيبه هتلعب وهنعمل وهنسوي. لا، الماتش الجاي هنتعادل او هنتغلب. انا بقول لك اهو الماتش الجاي هنتعادل او هنتغلب عادي. ولسه الدوري، الزمالك السنه ده هينافس على الهبوط. الزمالك النهارده في المركز السادس في الدوري، وانت بتلعب في افريقيا المقاولون كسب وصعد وانت بقيت المركز السادس. انت بقيت المركز السادس، حتى الكونفدراليه مش هتدخلها علشان مرتضى منصور قرر ان هو يهد الموسم ويدمر الفريق ويطلع يقول ان لعيبه الزمالك بتشرب مخدرات. طب حتى لو انا لعيبتي بتشرب مخدرات اطلع افضحهم؟ انا لو لعيبتي بتشرب مخدرات اطلع افضحهم؟ ده الموسيقار اللي بيدير الزمالك. كل يوم اطلع رجع الساعات يا خطيب، والخطيب ياخد مني الصفقات، رجع الساعات يا خطيب والخطيب ياخد البطولات. ده اللي احنا استفدناه السنه دي. الخطيب خد كل البطولات وخد كل الصفقات ماشي، والزمالك بينافس على الهبوط بشويه صفقات كاس. حتى الصفقات اللي هو جابها راح يأيدها وعمل مشكله مع اتحاد الكره وما عرفش يأيدها ودخلنا المحاكم وهجيب قرار واتحاد الكره مش هيعترف بيه، وبعد كده نطلع على الفيفا على ما نيجي نقاد اللعيبه واللعيبه تلعب هيكون الزمالك طلع بفضيحه من افريقيا والدوري انتهى. ده مصير نادي الزمالك للاسف، وقدر نادي الزمالك وجمهوره ان هو يتحمل كميه العبث. نادي واخد 2 دوري وكاس فجأة واحدة ينهار. كان متصدر الدوري بالظبط من أكتر من شهر. الزمالك لحد نهاية 2022 كان متصدر الدوري. فجأة قرر مرتضى منصور إن هو يدمر موسم الزمالك. محدش ينسى أو حد يقول لك أصل مرتضى منصور بيجيب حق الزمالك.
الزمالك عنده اضعف فريق. الناس اللي بتلعب قدامك النهارده دي، اللعيبه اللي بتلعب النهارده في شباب بوليسداد ديت بتاخد فلوس اقل بكتير من لعيبه الزمالك اللي كانت بتاخدها، اقل بكتير من اللي بياخده دونجا، اقل بكتير من اللي بياخده عمر جابر. طب انا رجعت عمر جابر ليه؟ ما انا كده رجعت الزمالك 2013. طب ما الزمالك 2013 كان بيخسر كده وعمر جابر كان موجود، الحمد لله مشي، اروح ارجعه تاني؟ كان قدامي لعيبه احسن من كده. دي الصفقات الفشخ اللي امير عملها. قناه الزمالك قاعده بتطبل لرئيس النادي وابنه. احنا زهقنا اقسم بالله، والله العظيم احنا زهقنا. الاهلي عمال ياخد بطولات وراح يلعب في كاس العالم للانديه، ما عندوش مشاكل، واحنا عندنا مشاكل. حتى الشركات الراعيه اللي اتعاقدت معانا لسه ما بعتتش الفلوس عشان احنا عاملين مشاكل مع كل الناس وعاملين تعنت. حتى اتحاد الكره والدرندلي وجمال علام مش راضيين يأيدوا صفقات الزمالك. واحنا عندنا اسطوره اسمه حازم امام، في المفروض ان هو في اتحاد الكوره ويقول لهم يا جماعه عيب، ده نادي الزمالك، نادي له جمهور كبير اهم من اتحاد الكوره ذات نفسه. لو عندك مشكله مع مرتضى منصور روح اشتكي في المحكمه، خدها منه، انما ما تحاسبش على حساب جمهور الزمالك ونادي الزمالك. اتحاد الكوره عنده مشكله شخصيه مع مرتضى منصور، قرر ان هو يدمر نادي الزمالك، ووزير الرياضه قاعد بيتفرج عشان ده نادي الزمالك مش الاهلي. لو الاهلي هو اللي في الموقف ده كنت شوف الاعلام السياسي والاعلام الرياضي وكل الناس كانت هتتكلم ويقول لك الاهلي ازاي يتحرم من، بيقول لك انت عليك فلوس. ايوه انا عليا فلوس، طب ما انا عليا فلوس من الصيف وايدت صفقاتي عادي، واسماعيل عليه فلوس وايد صفقاته، كل الناس عليها فلوس وايدت صفقاتها. طب انا جبت لك فلوس، لا اصل انا ما بقبلش شيكات، اصل انا ما بقبلش كاش. طب هنعمل لك ايه يعني؟ طب احنا هنعمل لك ايه؟ للاسف الرياضه في مصر اسوأ مما تتخيل، حتى قاره افريقيا التحكيم فيها اسوأ مما تتخيل. من حكم النهارده اي لمسه بفاول ضربه جزاء جايه في كتف دونجا، في ضربه جزاء لينا ما اتحسبتش. انا مش فاهم في ايه بالظبط. للاسف هو ده قدر نادي الزمالك ان هو يتحمل مرتضى منصور. في ناس بتقول لك ان مرتضى منصور هيرحل، انا بقول لك مرتضى منصور مكمل مدته. طول ما مرتضى منصور بيدمر الزمالك مش متصدر الدوري ولا يلعب نهائي افريقيا عشان يمشوه. هيمشوه في حاله واحده بس زي 2020 لما كنت انت راكب كل حاجه وكنت هتلعب في نهائي القرن، كنت انت افضل من الاهلي، قرر ان هو يحل مجلسك. انما مرتضى منصور طول ما هو بيدمر الزمالك والزمالك في انهيار، فمرتضى منصور مكمل ماشي، مرتضى منصور مكمل مدته ماشي. لعيبه وسخه، طب ماشي ايه المشكله؟ اللعيبه كلها هي ديت مستوى اللعيبه، هم ده مستوى اللعيبه. لو هي اجيب اي لاعب البسه تيشيرت الزمالك هيقلب فرجاني ساسي، تمام؟ ما كنتش رحت اشتريت لعيبه بملايين، كنت جبت اي 11 لاعب من اي نادي وكنت خليتهم يلبسوا تيشيرت الزمالك ويلعبوا. هم ده مستوى اللعيبه اللي مرتضى منصور جابها. هو ده عمرو السيسي اللي نص الملعب مش عارف يباص كوره، هو ده عمر جابر اللي كل الكوره خايف يرفع، حتى الرفعات بتاعته مش عارف يرفعها. فانت بتقول لي مش عارف اللعيبه ايوه اللعيبه تتحمل، ولكن انت ما دعمتش الفريق كنت سبب من انهياره. انت كنت سبب من انهيار الفريق للاسف، كنت سبب من اسباب انهيار الزمالك الموسم ده مرتضى منصور والسمسار اللي دمر نادي الزمالك. لعيبه موظفين ما عندهمش دم، خلاص انت كده كده خسران، هتتشتم، هتروح، هتيجي تلعب الماتش اللي بعده نفس الكلام. الماتش الجاي هتلعب سموحه يوم الاثنين هتتغلب، وبعد كده هتطلع على ليبيا هتتغلب. السبب مش في فريرة، المشكله مش في فريرة، المشكله في اداره الزمالك اللي قررت ان هي تدمر الفريق فجاه وتفضيه. انا عمري ما شفت مدير اداري يقرر ان هو يبيع اهم لاعب عنده في نص الملعب وهو ما عندوش بديل، والعب طول الموسم برؤى وعمرو السيسي. فضيحه والله فضيحه، بعد ما كان عندي فرجاني ساسي وطارق حامد وبن شرقي، العب بمصطفى شلبي، ومفيش عندنا حتى مهاجمين، مفيش عندنا مهاجمين. مشيت مروان حمدي وعمر السعيد وجبت سيف الجزيري مالوش حد. طب انا كنت قعدت عمر السعيد ما كان عليا ببلاش، كنت هجدد معاه وهيقعد، او قعدت مروان حمدي. طب ما انا بعت مروان حمدي ب 18 مليون ورحت اشتريت ناصر منسي ب 20 مليون عشان انا محتاج مهاجم. طب ما هو كان عندي من اول الموسم. للاسف اداره الزمالك او فريق الزمالك بيدار بعبث شديد جدا، بيدار بعبث شديد. مش عارف هنفضل مستحملين كده لحد امتى؟ الواحد زهق اقسم بالله. كده هنكون وصلنا لنهايه الفيديو، اشوفكم على خير، السلام عليكم.